السلام عليكم شباب، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. فيديونا اليوم شفتوا ذي المواجهات، المواجهات الجميلة. راح نتوقع المتأهلين من دور ال16 لدوري أبطال أوروبا إلى الدور الثمانية. راح نتوقع الثمانية المتأهلين. لذلك قبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. يعني حاولت أن أعمل طريقة جديدة للتوقع. وخلونا نبتدئ، وهيا بينا مع الانترو يا شباب. في البداية بسم الله نبتدئ بأول مواجهة بورتو ضد الأرسنال. المواجهة هذه جميلة. بورتو يعني عنده خبرة جميلة في دوري أبطال أوروبا. السنين الماضية يعني كان يتأهل من دور ال16، كان يتأهل من دور المجموعات عادي. يعني كده تقريبا ما غاب عن دوري أبطال أوروبا لعدة سنين. لكن الأرسنال آخر مرة شارك في دوري أبطال أوروبا منذ سنة 2016. لذلك يعني راح تكون مواجهة صعبة عليه. يعني الخبرة راح تكون للاعبي بورتو، طبعا بيبي كذا من اللاعبين. لكن أتوقع المتأهل هو راح يكون الجانرز الأرسنال. نعم، أسف على الفوكس يا شباب. خلونا نذهب إلى المباراة الثانية، مباراة السيتي ضد كوبنهاغن. أتوقع يا شباب هذا هو المتأهل. لا مباراة راح تكون سهلة بالنسبة للسيتي. صراحة السيتي العام الماضي عانى ضد كوبنهاغن الصراحة. يعني قابلوا في دور المجموعات، تقريبا تعادل معه في الذهاب وفاز عليه في الإياب. ما أعرف، نسيت تقريبا. لكن أتوقع المتأهل راح يكون هو مانشستر سيتي. خلونا نذهب إلى المواجهة التالية، وهي مواجهة ريال سوسيداد ضد باري سان جيرمان، كما ينطق بالفرنسية باري. نعم، السين لا تنطق. يعني المواجهة واضحة، رايحة لطريق باري سان جيرمان. يعني مواجهة سهلة جدا، راح تكون بقيادة كيليان مبابي للتأهل. خلونا نذهب إلى المواجهة القادمة، مواجهة البافاري بايرن ميونخ ضد لاتسيو. أتوقع أن البايرن راح يقطع النسر لاتسيو، راح يقطعوا تقطيع. لذلك راح نتوقع البايرن راح تتأهل وبكل جدارة واستحق. صحيح أنه يعاني، يعني 5-1، لا تنساوا 5-1 أمام فرانكفورت، لكن راح يتأهل بكل سهولة. خلونا نذهب إلى المباراة التالية والمواجهة النارية، المواجهة الخرافية، مواجهة البارسا ضد نادي بورتو. المواجهة هذه صعبة جدا، صعبة التوقع. بورتو يعاني وبرشلونة يعاني، لكن معاناة برشلونة أكثر من معاناة نادي نابولي. لكن توقع الكفة راح تكوح شنو ذا، راح تروح لنادي برشلونة بكل سهولة يعني. لكن راح يعاني في الصعود. هو واجهه تقريبا آخر مواجهة كانت بيناتهم في الدوري الأوروبي. يعني الدوري الأوروبي عندما نزل برشلونة أول مرة الدوري الأوروبي من دور الجماعات بقية أول موسم لتشافي، نزل وتعادلوا في الذهاب وفاز عليه في الإياب تقريبا. يعني كان برشلونة يعاني، وكان نابولي يعني لا يوجد عنده كفارة سخيليا ذي النجوم القوية أوسيمين تقريبا. لكن أتوقع راح تروح الكفة لبرشلونة، والله يستر من غضب نابولي. السنة الماضية وصل إلى ربع النهائي وخرج من نادي إي سي ميلان. طبعا إي سي ميلان لا يوجد. خلونا نروح إلى المواجهة القادمة، وهي مواجهة أتلتيكو دي مدريد. نعم، هكذا ينطق بالإسبانيا، أتلتيكو دي مدريد أمام نادي انتر ميلان العريق الذي وصل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن لم يفز عليه بسبب خسارته أمام العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي. أسف على الفوكس يا شباب، فقط العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي بسبب لاكاكا طبعا. لكن نتوقع التأهل راح يكون لصالح انتر ميلان. صحيح انه يعني اتلتيكو مدريد يمر بموسم جميل. يعني الصراحة اتلتيكو مدريد يمر بموسم جميل يعني تقريبا. لكن اتوقع الكفة راح تروح لنادي انتر ميلان. خلونا نذهب الى المباراة القادمة، مباراة بوروسيا دورتموند امام بي اس في ايندهوفن. طبيعي الكفة راح تروح لنادي بوروسيا دورتموند، كفة راح تروح. نذهب إلى آخر مواجهة، راح تكون
هي مواجهة لايبستيش أو لايبستيش كما ينطق بالألمانية أمام الملكي ريال مدريد. صراحة الكفة واضحة، لكن لا تنسوا أن العام الماضي تواجهوا في دور المجموعات العام الماضي وفاز في الذهاب، فاز ريال مدريد في ملعب سانتياغو ديل برنابيو، فاز بنتيجة 2-1 على ما أظن. لكن في الإياب فاز نادي لايبستيش كما ينطق بالألمانية بنتيجة 3-2 في الدقائق الأخيرة يعني طبعا. لكن الكفة راح تروح للنادي الملكي نادي ريال ديل مدريد. عدنا يا شباب كما قلنا، المتأهلين من مواجهة أرسنال أمام بورتو راح يتأهل الغانرز أرسنال، والمتأهلين من مواجهة برشلونة أمام نادي نابولي راح يتأهل البارسا، والمتأهلين من مواجهة أتلتيكو دي مدريد أمام نادي إنتر ميلان راح يتأهل نادي إنتر ميلان، والمتأهلين من مواجهة السيتي أمام كوبنهاغن راح يتأهل نادي مانشستر سيتي، وبجدارة واستحقاق. يمكن أن نرى مواجهة نارية، يعني ممكن نواجه مانشستر سيتي ريال مدريد لا نعرف. والمواجهة ريال مدريد راح يتأهل نادي ريال مدريد أمام لايبستيش كما يقال بالألمانية، ومواجهة لاتسيو أمام بايرن راح يتأهل البافاري بايرن ميونخ ويحرق ويقطع نسر لاتسيو. أمام ريال سوسيداد باغي راح يتأهل بجدارة واستحقاق، وإيندهوفن دورتموند راح يتأهل بجدارة واستحقاق. تخيلوا يا شباب كل ذي الفرق راح تتواجه في الربع النهائي لو تتأهل. طبعا ممكن يحدث مفاجآت، الفرق الضعيفة ما نحتقرها، ممكن خاصة ذي المواجهتين ماني متأكد منهم، لكن يمكن ولا يمكن، خاصة ذي المواجهة خائف منها أن يتأهل ذا الشخص. شوفوا يا شباب، انظروا للفرق أرسنال، برشلونة كما قال بالإسبانية أو بالكتالونيا برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، سيتي، بايرن، باغي، دورتموند. تخيلوا كل ذي الفرق من البداية إلى النهاية. تخيلوا لو تتأهل راح تعرفون راح يكون لدينا دور 16 ناري 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 ناري. شوفوا يعني مواجهات خرافية الصراحة. لذلك هذه كان المتأهلين يا شباب: أرسنال، برشلونة، إنتر ميلان، ريال مدريد، سيتي، دورتموند، باغي، وبايرن ميونخ. كان يا شباب مقطعنا بشكل كامل. إذا اضغطوا زر لايك يا شباب، وخلينا نقول لكم باي.